بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الترغيب في البكاء من خشية الله. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله: الامام العادل، وشاب نشا في عباده الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم. وعن ابي ريحانة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله، وذكر عينا ثالثة. رواه أحمد واللفظ له والنسائي والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم على عينين ان تنالهما النار: عين بكت من خشيه الله، وعين باتت تحرس الاسلام واهله من الكفر. رواه الحاكم وفي سنده انقطاع. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله: لا يلج النار رجل بكى من خشيه الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار: عين باتت تكلأ في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. رواه أبو يعلى ورواته ثقات. وعن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء احب الى الله من قطرتين واثرين: قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن مليكة قال: جلسنا إلى عبد الله بن عمرو في الحجر فقال: ابكوا فإن لم تجدوا بكاء فتباكوا، لو تعلموا العلم لصلى أحدكم حتى ينكسر ظهره، ولبكى حتى ينقطع صوته. رواه الحاكم موقوفا وقال: صحيح على شرطهما. وعن مطرف عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. وقال بعضهم: ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. وعن علي رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله من نجاه؟ قال: امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. رواه الترمذي وابن ابي الدنيا والبيهقي. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته،
وبكى على خطيئته. رواه الطبراني في الأوسط والصغير وحسن الإسناد. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.